إزاي الفراعنة بنوا الهرم الأكبر؟ لغز حير العالم آلاف السنين، لكن الحقيقة أغرب من الخيال. صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. في قلب القاهرة مهندس مصري اسمه كريم كان مهووس بأسرار الفراعنة. قضى سنين عمره يدرس كل بردية ونقش، حاسس إن في سر كبير مستخبي. اكتشف إن تصميم الهرم مش مجرد مقبرة، دي آلة، جهاز إرسال طاقة كوني عملاق. عرف إن في كارثة هتحصل على الأرض وإن الأمل الوحيد هو التواصل مع حد بره عالمنا. باستخدام تكنولوجيا قديمة مدموجة مع علمه الحديث، قدر كريم يفعل قلب الهرم. طاقة هائلة بدأت تتجمع في قمة الهرم، والسما فوقه بدأت تتغير. بدأ يبث رسالة مشفرة، نداء استغاثة لكل الحضارات الذكية في الكون. الرسالة كانت بتقول: الأرض في خطر، محتاجين مساعدة. هل حد هيسمع النداء؟ وهل المساعدة هتوصل في الوقت المناسب؟ دي كانت بداية القصة، مش نهايتها. مصير البشرية كله بقى متعلق برسالة من قلب الصحراء المصرية. الهرم الأكبر ما بقاش مجرد حجر، بقى هو الأمل الأخير. الكون واسع ومليان بالأسرار والحضارات اللي ما نعرفش عنها حاجة. مغامرة كريم فتحت الباب على احتمالات كنا بنقرأ عنها في قصص الخيال العلمي، إشارة من الماضي لمستقبل مجهول. يا ترى إيه اللي هيحصل بعد كده؟ هل هينجح في إنه ينقذ كوكبنا؟ وهنا خلصت حكايتنا، هشوفكم تاني إن شاء الله.